بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مواطني وأهالي مركز العياط والجيزة، نحن اليوم بصدد أولى القوافل التي أتت وتم تنظيمها بتوجيهات من السيد معالي اللواء النائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية، بإشراف وتعاون مع أمانة الحزب بالجيزة والمستشار أحمد حبيب. ويسعدنا النهاردة أنها تكون أولى القوافل في قرية السعودية، وإن شاء الله بإذن الله على مدى الأيام القادمة سيتم تنفيذ وإقامة عدة قوافل بقرى مدينة العياط. احنا حاليا من أرض الواقع وداخل الوحدة الصحية بقرية السعودية بالتعاون بين جميع الأجهزة وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمدينة العياط. وزي ما انتم شايفين حضراتكم القافلة دلوقتي بدأت منذ ساعة تقريبا، والقافلة تضم 5 تخصصات بالإضافة إلى عربيات مجهزة من قبل حزب الشعب الجمهوري. وحضراتكم زي ما بتتابعوا معانا دلوقتي على أرض الواقع ظاهر على المنصة الرئيسية قيادات حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة اللي شرفونا النهاردة، وعدد كبير من الجهات التنفيذية وأمانة مركز العياط بقيادة ورئاسة معالي الأمين محمد عبده جبر. ده بالإضافة إلى أمانة التنظيم والأستاذ أحمد شاهين عبيد، وأمانة الإعلام، واللجنة المشرفة على القوافل الطبية بمركز ومدينة العياط. الآن سنجري عدة لقاءات مع بعض المرضى ومعهم إن شاء الله بعض المسؤولين المشرفين على هذه القافلة وعلى القوافل القادمة، ومنهم الدكتور ناصر عدلي رئيس القوافل الطبية والمسؤول عن القوافل الطبية بمحافظة الجيزة، والذي يتعاون مع أمانة مركز العياط. يسعدنا ويشرفنا أن تشاهدوا الآن بعض المشاهد الخاصة بالقافلة. القافلة تبع حزب الشعب الجمهوري وهو اللي بيدعمها، وإن شاء الله يبقى في قوافل تانية، فإحنا عايزين نعرف رأي حضرتك النهاردة عن القافلة دي. والله كتر خيركم كتر ألف خيركم، وانتوا زي ما انتوا خدمتونا احنا نخدمكم بعنينا برضه. ربنا يبارك في عيالكم واحنا تحت أمركم. الله يديكم الصحة. قلنا انتوا واقفين عليكم بالشر وواقفين على خير. احنا تحت أمر حضرتك. لا انتوا واقفين على خير. احنا خدامينكم برضه. لا والله احنا ربنا يبارك فيكم. العلاج والأدوية صرفتوها ولا لسه؟ احنا لسه ما دخلناش ان شاء الله. الادويه مجاني ان شاء الله. لا مش عاجباكي؟ لا حلوين. لا والله. والله الدكاتره كويسين قوي. في حد منهم كده يعني؟ لا والله. طيب ربنا يوضع البركه فيهم. احنا تحت امركم. حزب الشعب الجمهوري معاكم دايما ومستمر باذن الله بدعواتكم. يا راجل طيب، عملت ايه جوه؟ شفت على العيال. وعاملين ايه يعني؟ قال لك ايه الدكتور؟ كتب لي على علاجه. الكشف كان كويس يعني؟ الحمد لله تمام ومريح والدكتور كويس؟ تمام. طب ايه تتمنى ان القوافل دي تبقى موجوده على طول؟ على طول. انت عارف القافله دي تبع ايه؟ تبع الحزب، حزب الشعب الجمهوري، واحنا دايما معاكم وفي خدمتكم وفي اي وقت ان شاء الله. والقوافل دي هتستمر ان شاء الله. هتصرف دلوقتي الروشته منين بقى؟ من هنا. من هنا. شباك هتدفع فيها فلوس ولا ايه؟ مجاني يعني؟ مجاني. ماشي ربنا يوفقك. شكرا.